بيعود تاريخ مصر لآلاف السنين، وجوه الأرض المصرية شهود على تطور الحضارات والثقافات. ومن بين المعابد الفرعونية والأهرامات الغامضة بيبرز ميدان صلاح الدين، واحد من المعالم التاريخية البارزة في القاهرة الحديثة. أهلا بكم مستمعينا ومستمعات راديو كاسيت، هكون معاكم أنا بسمة مختار من برنامج تاريخا لا ينتهي. بنسمع ناس كتير بتقول ميدان صلاح الدين، ميدان القلعة، ميدان الرميلة. ترى ايه حكاية الموضوع ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة عن ميدان صلاح الدين. ميدان صلاح الدين أو ميدان الحكايات والأساطير هو ميدان الاحتفالات والدماء، هو ميدان حكايات لا تنتهي، هو أحد أهم ميادين القاهرة التاريخية. الحقيقة أهميته مش أيوبية ولا فاطمية ولا مملوكية، الأهمية التاريخية أن أهمية ميدان صلاح الدين هي أهمية طولونية. أحمد ابن طولون أول من أعطى هذا المكان أهمية تاريخية وأثرية. لولا أحمد ابن طولون ولولا الطولونيين ما كان لهذا المكان قائمة. أحمد ابن طولون اختار المكان ده ليكون الميدان الرئيس العاصمة الثالثة في تاريخ مصر الإسلامية، وهي مدينة القطائع. الميدان مر بأسماء كتيرة جدا، أهم اسم هو قرة ميدان أو كر ميدان، والاسم ده جه من كراكوش. مين كراكوش؟ هو باني قلعة صلاح الدين الأيوبي، هو كان المهندس العبقري لصلاح الدين. كراكوش كلمة تركية بتتكون من مقطعين، كرا وكوش. كوش يعني الطائر، وكرا يعني الأسود، يعني الميدان اسمه الميدان الأسود. ده كان الاسم الأصلي لميدان صلاح الدين، أو فيما عرف في التاريخ باسم ميدان القلعة. طيب هنسأل نفسنا سؤال، هو ليه الميدان اتسمى بميدان قرة ميدان أو الميدان الأسود؟ لأن كان فيه سجن سيء السمعة اسمه سجن قرة ميدان، كان فيه ألوان كتيرة من التعذيب، وكان بيتم تخويف الناس المجرمة اوعى تروح سجن قرة ميدان. لكن الحياة التاريخية بتقول لنا ان في سجن أسوأ وأصعب منه، وهو سجن خزينة شمايل اللي اتبنى مكانه حاليا جامع المؤيد شيخ في الدرب الأحمر بعد باب زويلة، اللي بناه الأيوبي الوزير المحنك شمايل علم الدين، وعرف باسمه ونسب إليه، فكان خزينة شمايل. العصر الأيوبي كان عصر نهضة إنشاء السجون، سواء سجن قرة ميدان أو سجن خزينة شمايل. من الأسماء التي أطلقت على هذا الميدان هو ميدان الرميلة أو ميدان الرميلة. السبب وقوع الميدان في منطقة رملية كان بيتساقط إليها الرمال من جبلين مهمين في تاريخنا، جبل المقطم مازال موجود لحد الآن، والجبل الثاني هو جبل يشكر. فكانت بتتساقط الرمال في هذه المنطقة المسطحة، فعرف الميدان باسم ميدان الرميلة أو ميدان الرميلة. مش بس كده، هو ميدان الدم والنار. نحن أمام باب العزب، مذبحة المماليك محمد علي 1811. من هنا صبت على المماليك النار وأغلقت الأبواب وقتل المماليك، وتحولت المنطقة إلى الدماء فيما عرف بالضرب الأحمر. مش بس كده، هو ميدان العلم والقوة. العلم في جامع السلطان حسن، والقوة في القلعة. القلعة كانت مركز الحكم في العصر الأيوبي والمملوكي والعثماني وحتى الخديوي إسماعيل. لما نقل مركز الحكم الأسرى عابدين سنة 1874 كان في قلعة من المفترض إن هي بتحمي العلم. العلم هو جامع السلطان حسن، ولكن الحقيقة إن القلعة دمرت جامع السلطان حسن، ونقدر إن احنا نشوف آثار الدمار على الحائط الخارجي للسور. كمان حاجة مهمة جدا في ميدان صلاح الدين، شجرة الدر كانت بتأتي بكسوة الكعبة من المحمل. شجرة الدر هي اللي عملت المحمل وعملت أمير للحج، وكسوة الكعبة كانت بتصنع في مصر، وأول كسوة الكعبة كانت كسوة عمر بن الخطاب، وكانت من نسيج اسمه نسيج القبيتي في مصر. شجرة الدر كانت بتجيب الكسوة القديمة وكانت بتقطعها على القطع وبتوزعها على المصريين والأعيان في ميدان صلاح الدين علشان المصريين يفرحوا في هذا الاحتفال المهم جدا في تاريخهم. كسوة الكعبة كانت بتصنع في شارع اسمه شارع الخيامية، اللي هو آخر شارع الدرب الأحمر أمام جامع المؤيد شيخ، فهو ده ميدان المحمل والكسوة. كمان هو ميدان مشبك الغسيل. مشبك الغسيل كان عندنا وزير اسمه يشبك بن مهدي، كان مملوك قايد باي، وكان بيقف على حبل الغسيل، وكان بيربط حبل الغسيل من القلعة وبيخلص الحبل في السلطان حسن، فكان بيمشي يشبك على المشبك أو على حبل الغسيل. ومن هنا جت الكلمة الشهيرة اللي احنا كلنا عارفينها، مشبك الغسيل، من المملوك يشبك بن مهدي أو مساعد السلطان قايد باي. وبكده تكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج تاريخا لا ينتهي، ولكن ما ننساش ان لكل حكاية نهاية، وبعد كده بنبدأ حكاية تانية من أول وجديد. كنت معاكم أنا بسمة مختار.